امبارح لما اتكلمنا عن قرار حبس سوزان مبارك 15 يوم اتكلمنا عن موضوع مهم جدا، وهو ان الشعب يحتاج بجد لعودة كل الاموال. ما كناش نعرف المبادرة اللي هتحصل النهاردة بكل تأكيد. كنا بنتكلم على ان عودة الاموال هي طلب ملح وعاجل، وحينها قد يكون للشعب رأي آخر، ولكن الاعتراف بالخطأ وإعادة الأموال المسلوبة أو المنهوبة أو اللي خدوها بدون وجه حق هو طلب وحق أصيل لهذا الشعب لن نتنازل عنه أبدا. وده كان كلامنا امبارح. والنهاردة مصدر مسؤول في وزارة الصحة أكد أن سوزان مبارك حرم الرئيس السابق سوف تخضع مساء اليوم لعملية قسطرة بالقلب في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأوضح أنه على ضوء العملية سيتحدد ما إن كانت حالتها الصحية تحتاج للبقاء وقت أطول في العناية المركزة أم يتم نقلها بعد تحسن حالتها إلى سجن القناطر. وأضاف أن سوزان مبارك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وآلام بالصدر، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى صفائح دموية معينة أثناء إجراء القسطرة. من ناحية أخرى أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات والأموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب اللي هي بتاعة الشعب، وسوف يقدم دفاعهما خلال أيام المستندات الخاصة بهذه الثروات، ومنها أملاك لم تتضمنها تحريات الأجهزة الرقابية. في الوقت نفسه شكل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري لجنة حصر ممتلكات أسرة الرئيس السابق وتحديد أسعارها ومقارنة توقيتات شرائها بأسعار السوق، وتشمل الممتلكات شقق وفيلات منتشرة في شرم الشيخ والقاهرة والأسكندرية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح حكيت لكم حكاية فاروق حسني وزاهي حواس وسوزان مبارك عندما طلبت ان هي تكون اول من يدخل اي مقبرة يتم اكتشافها، وحكيت لكم الحكاية ليه. ولحد النهاردة لم يعاقب احد، ولا السيد فاروق حسني ولا السيد زاهي حواس الوزير الحالي، وطبعا سوزان مبارك ربنا يكون في عونها، حالتها الصحية لا تسمح. النهاردة بقى عندي حكاية تانية، يلا جاهزين؟ كانت الحكاية تشكل هاجس عند رئيس التحرير الأستاذ زكريا خضر، اللي تلقى مكالمة في ديسمبر الماضي من طارق كامل وزير الاتصالات. قال له بالله عليك، بصفته رئيس تحرير جورنال زي ما اتصل برؤساء التحرير، قال له بالله عليك حاولوا تضغطوا على الحكومة عشان الحكومة تعدي حكاية ان مصر يعدي منها خط كابل بتاع الانترنت، ده هيبقى ليه منافع عظيمة قوي للبلد. بحكم علاقته بطارق كامل سأل أستاذ زكريا هو في ايه؟ هو مين اللي رافض؟ الجيش رافض؟ الداخلية رافضة؟ الرجل رفض أن يفصح. النهاردة اتضحت الحكاية واكتشفنا ايه المربع اللي كان ناقص في الحكاية اللي ما كانتش مفهومة. يعني ايه مصر ترفض ان الكابل يعدي منها؟ ده حاجة مهمة جدا اقتصاديا ونتيا واستراتيجيا وكل حاجة. النهاردة وضحت الحكاية. اهدوا كده واسمعوا معايا. هيئة الرقابة الإدارية أعدت تقرير جديد يتهم علاء مبارك وصهره رجل الأعمال مجدي راسخ ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ووزير البترول الأسبق سامح فهمي بإهدار مئات الملايين من الدولارات على مصر في صفقة بين الحكومة وأربعة شركات اتصالات محلية دولية. حاول علاء مبارك فرض إتاوات عليها، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار في الصفقة. الصفقة كانت إيه؟ بالبلدي كده هحاول أحكيها. 4 شركات تقدمت في سنة نهاية 2009 للحصول مجتمع على ترخيص لاتخاذ الأراضي المصرية كمسار عشان يعدي منها أكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت تربط إفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، في إطار مشروع بيبدأ برأس مال 445 مليون دولار. مش مهم أسامي الشركات. وبحسب التقرير وافقت الحكومة ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفضلت موافقة مين؟ وزارة الداخلية.
التي عليها تأمين شبكة الكابلات. الكابل ده وهو معدي في مصر الداخلية ملتزمة بتأمينه. وهنا تدخل علاء مبارك بقى، عمل ايه؟ ده توثيق رسمي وتحريات الرقابة الإدارية اللي اعلنت ده النهارده. عمل ايه بقى علاء مبارك؟ طلب من حبيب العدلي اشتراط مرور انبوب الكابلات بيبقى جنب خط موازي لخط سوميد للبترول. شوفوا الخبث الاقتصادي الرهيب، وانا بختار لفظ محترم، حتى يوفر على الداخليه مساله التامين. يعني قال للعدلي قول للشركات دي ان خط الكابلات يعدي جنب خط البترول، عشان قال ايه؟ يوفر على الداخليه الايه؟ مصاريف التامين تبقى مصاريف تامين واحده لخط البترول وخط الكابلات. لحد هنا عدى العيب. فوافقت الشركات، وبناء على ذلك كان لابد ان تحصل على موافقه مين؟ وزاره البترول، بتمرير انبوب كابلات الاتصالات بجانب خط سوميد. تهتوا مني؟ وافقت الشركات وفضلت، والداخليه كده تعتبر ضمنيا موافقه، فضلت موافقه وزاره البترول. واستطرد التقرير الرسمي. عندما تقدمت الشركات بطلب لوزاره البترول، فوجئت بتخصيص سامح فهمي حق انشاء انبوب للكابلات بجوار خط سوميد لشركه تتبع مجدي راسخ. قال لك ايه؟ راحوا لقوا سامح فهمي بقدره ربنا عز وجل قرر ان يبقى خط الانابيب ده اللي هو هيعدي منه الكابل يدي صلاحيته لشركه تتبع مجدي راسخ حمى علاء، ويشاركه فيها صهره علاء مبارك. رغم ان راسخ ما كانش عنده شركه، هم عملوا شركه بسرعه على الورق وهميه، مجرد حبر على ورق، ورغم ان هي شركه اتصالات الا انها ليس لها اي دور او استثمار يذكر في هذا المجال. وبعد ما حطوا ايديهم وبقى حصر بقى حق مرور الخط الكابلات، خلاص بقى الحكومه المصريه قالت هيعدي جنب الكابلات جنب خط البترول، والشركات وافقت. قام البترول ادت الحق المجدي راسخ. راحوا طلبوا اتاوه من الشركات 17.5 مليون دولار من كل شركه من الشركات الاربعه، باجمالي 70 مليون دولار مقابل التنازل عن تخصيص المرور بجوار خط سوميد، عشان يتنازل لهم عن الحق اللي هم خدوه على الورق من سامح فهمي. عصابه والله العظيم، لا يطلق على هذه الجماعه غير ان هم كانوا عصابه، عشان بس اللي عنده شك في حاجه واللي لسه في قلبه قلق. ولما رفضت الشركات الاربعه دفع المبالغ ولجأت مره اخرى لوزاره الداخليه تطرح عليها مسارات اخرى غير المسار الموازي لخط سوميد، رفض العدلي وتوقفت الصفقه. ماشي، ايه اللي حصل بعد توقف الصفقه؟ جاء في تقرير الرقابه الاداريه ان دراسات الجدوى التي قدمت لجهاز تنظيم الاتصالات تكشف ان مصر كانت ستحصل على مكاسب متعدده من الناحيه الماديه والاستراتيجيه لو تمت الصفقه، وان انشاء شبكه الكابلات كانت ستدر على مصر في العام 2011 مبلغ 750 مليون دولار، وان هذا المبلغ كان سيرتفع في عام 2016 الى 2 مليار دولار. ده بس عشان الخط ده يعدي في مصر. ده مكاسب مصر عشان ياخدوا اتاوه زي الناس اللي بتقطع الطريق بالظبط دلوقتي واللي احنا بنتكلم عليهم ان هم بلطجيه. 70 مليون دولار من الشركات منعوا مصر من 2 مليار دولار يخشوا لها. كان هنبدا ب 750 مليون دولار السنه دي ونوصل ل 2 مليار دولار سنه 2016، والعداد بيعد عشان بس ده يعدي من عندنا. وهو سعر تمرير الكابلات على ارض مصر فقط. واتهم تقرير الرقابه الاداريه علاء مبارك ومجدي راسخ باستغلال نفوذهم للحصول على معلومات تخص مشروعات كبيره واستخدامها لصالحهما، والسعي لفرض شراكه اجباريه والحصول على عمولات من مستثمرين، مما اضر باقتصاد البلاد ومناخ الاستثمار. كما اتهم وزير الداخليه، دي واقعه جديده وقصه جديده، بتسريب هذه المعلومات المهمه والاتفاق والمشاركه مع علاء وراسخ على ارتكاب وقائع ادت للاضرار بالصالح العام. نوصل بقى لسامح فهمي اللي اتهم بارتكاب عده مخالفات في تخصيص حق مرور انبوب الكابلات لشركه وهميه، رغم علمه بذلك واضاعه فرصه انشاء مشروع كبير كان سيدر دخل كبير على البلاد. بالله عليكم، يا ترى كم فرصة وكم مليار ضاعوا على مصر بهذه الطريقة؟ ما خفي كان أعظم يا عصابة.